أحسنتم. سؤال أخير سيدنا من إحدى الخوات تقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدنا الفاضل، النبي إبراهيم عليه السلام قال لله عز وجل: رب أرني كيف تحيي الموتى. عرفتها. هذه الآن سيثبت لنا الشاب اللطيف هذا بأن إبراهيم عليه السلام كان من شيعة أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وأرضاه. ونشوف الدليل اللي ما يخرش المية. يطمئن قلبي. والنبي موسى عليه السلام قال: رب أرني نفسك. والنبي عزير عندما مر بالقرية قال: من يحيي هذه؟ السؤال هنا: هل كان عند بعض الأنبياء شك بمسألة ما؟ لا، عند الأنبياء درجات اليقين، عند الأنبياء درجات العلم. صحيح، عند الأنبياء أكو درجات علم ودرجات يقين. إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى. هذا يدل على أنه عنده يقين، عنده علم، ما عنده شك. بلى، لكن لأزداد يقينا ليطمئن قلبي. طيب بشنو هذا؟ الله سبحانه وتعالى قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن أراد أن يزداد يقينا. بماذا أراد سيدنا إبراهيم عليه السلام أن يزداد يقينا؟ زيادة يقين يطلبون. أمير المؤمنين روح فداه يقول: لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا. الفرق هنا يعلم. هاي أولا. ثاني، عندنا في تأويل هذه الآية الشريفة أنه أخبر إبراهيم الخليل، طبعا هاي بعد الرواياتنا موجودة، على أنه أخبر إبراهيم الخليل أنك من شيعة أمير المؤمنين. أخبر إبراهيم عليه السلام أنه من شيعة أمير المؤمنين. شلون؟ ما أدري. شلون تجي؟ ما ندري. من شيعة أمير المؤمنين شلون تجي؟ ما ندري. طوفوها يا عمي. وين قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم يا حجي؟ وين يا ريال؟ لا، قال الله فيه بس غير اللي انت تعرفه. بارك الله فيك. قوية. أخبر إبراهيم أنه أخبر إبراهيم الخليل، طبعا هاي بعد الرواياتنا موجودة، على أنه أخبر إبراهيم الخليل أنك من شيعة أمير المؤمنين. قال: وما علامة ذلك؟ من شيعة آخر الأوصياء وسيد الأوصياء أمير المؤمنين، يعني آخر النبوة، بعد النبوة الوصاية، أول وصي آخر الوصاية. أنا عرفتها. الزرافة. صح الزرافة، مو الزرافة. لا، أنا أقول الزرافة. أنا عرفتها الزرافة. اللغز هذا أنا عرفته. الزرافة. بلا لا تقولوا لا. كذلك من شيعة آخر الأوصياء وسيد الأوصياء أمير المؤمنين، يعني آخر النبوة بعد النبوة الوصاية، أول وصي لآخر الوصاية ودرجات الوصاية ومراحل الوصاية. فقال: ستكون من شيعة أمير المؤمنين، وإن من شيعتي لإبراهيم، أي من شيعة أمير المؤمنين. طبعا هذا في تأويل، وإلا في التفسير من شيعتي يعني من شيعة نوح، الضمير يرجع على نوح. ولكن في تأويل، وهو المصداق الباطني للآية الشريفة، أنه هذول الوهابية يسمعون يقول لك: شو هذول الشيعة أهل البواطن. لا، أبدا. منين أهل البواطن؟ منين يكون عند لتفسير كلام الله سبحانه وتعالى تفسير ظاهري و100,000 تفسير باطني، كل واحد يفسر التفسير هذا على كيفه وعلى كيف عمامته وعلى مزاجه وعلى القعدة مالته، شلون قاعد وين قاعد وشنو قاعد ياكل وشنو قاعد يشرب، يفسر قرآن على مزاج أهل اللي جابوه. شلون؟ لا، تدري ليش؟ لا يحط له خط رجعه. يعني يقول لك خاف ان مسكين هذا عبد الزهرة اللي قاعد تحت المنبر يمكن خاف انه يبتدي عقله يفكر، فخلص يده ضربه بالوهابية، ان اي واحد يفكر بالكلام هذا انه غلط فهو وهابي على طول. بارك الله فيك. شو شريفة أنه هذول الوهابية يسمعون يقول لك: شو هذول الشيعة أهل البواطن، هذول يعتقدون بالباطنية وهذول أهل البواطن. لا، معناته أنه للقرآن ظهر وللقرآن باطن، والباطن معناه تأويلات الآية، يعني مصاديق إضافة على المصداق القرآني. هناك مصاديق أخرى ما وراء المصاديق الظاهرية للقرآن، ويسمى المصاديق الباطنية اللي أخبرنا الرسول الأعظم عن ذلك. ممكن مصدوق ضماط ومصدوقين خيار. بارك الله فيك. من يبي كوسة؟ في عندنا مصدوقين كوسة مبتلشين فيه بصراحة، اللي يبيهم ياخذهم، ما بيهم، أنا ما أحب الكوسة. عندنا مصدوقين 3. بارك الله فيكم. المصاديق الآية الشريفة: وإن من شيعته إبراهيم، قيل له: إنك من شيعة أمير المؤمنين. قال: وما علامة ذلك؟ قال: يستجاب لك الدعاء.
مثل ايش؟ قال مثلا انه تحيي الموتى، تقدر تحيي الموتى، اذا تطلب من الله انه يحيي الموتى الله يحيي لك الموتى. الحين ابراهيم عليه السلام يبي شلون يعرف انه هو فعلا من شيعة امير المؤمنين علي رضي الله عنه وارضاه، فلازم لابد ان يكون له معجزة. قال إذن ربني أرني كيف تحيي الموتى حتى أنا أطمئن. قال أولم تطمئن أنك من شيعة أمير المؤمنين؟ قال بلى. قال أولم تطمئن أنك من شيعة أمير المؤمنين؟ فقال إبراهيم بلى. اسمع 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 اسمع، مشكلة مرجع هذا يوقف. كيف تحيي الموتى؟ إذا تطلب من الله أنه يحيي الموتى الله يحيي لك الموتى. قال إذن ربني أرني كيف تحيي الموتى حتى أنا أطمئن. قال أولم تطمئن أنك من شيعة أمير المؤمنين؟ قال بلى اطمئننت، ولكن أكثر ليطمئن قلبي. أنا مآمن إن شاء الله من شيعة أمير المؤمنين، لكن ليطمئن. إبراهيم عليه السلام مع إبراهيم بس يبي الدليل، بس يبي الدليل على أنه فعلا من شيعة أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وارضاه. نعم نعم، بارك الله بكم. إن قلبي أكثر فأكثر أرني كيف تحيي الموتى. فعندنا في تأويل هذه الآية إنما يتعلق بأمير المؤمنين وإبراهيم الخليل عليهم الصلاة والسلام. بارك الله بك بارك الله بك. شفت شلون بأن إبراهيم عليه السلام عندما طلب يعني من الله سبحانه وتعالى ليطمئن قلبه وأن يحيي الموتى فقط لكي يثبت بأنه من يعني من شيعة أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وأرضاه. بارك الله بكم بارك الله فيكم.